انت تخش الطب البيطري. ليه بس يا بابا؟ ده انا واخد مجموع يدخلني الطب البشري براحة الراحة. زريبة العيلة محتاجة لخدماتك، بهايم العيلة محتاجة لرعايتك، وافراد العيلة محدش منهم هتجيله ذبحة صدرية، التهاب رئوي، روماتيزم في المفاصل. وبتفسر في وشي. انت عارف اني بشكي من ده كله، اهو انت العدو المبين فرحان فيا. انا مش قايل لك ان الولد ده ما بيحبنيش وبيتمنى موتي؟ ما تقولش كده يا شيخ، ده ابنك. انت يا بابا اللي طول عمرك ما بتحبش الا فتحي، وطول عمرك بتكرهني. ما تجيبش سيرة فتحي، فتحي سيدك. في ايه؟ انا ناجح في الدور الاول وهو في الدور الثاني. من نباهته بيلعب لانه معتمد على ذكائه وفطنته. ان خيبت معاه مرة مش حاجة، وان خيبت معايا انا مرة زي عناول. انا اللي بذاكر 24 ساعة في ال 24 ساعة، حرمان من الفسحة طول اجازة الصيف، تخفيض المصروف للنص، الحجز في اوضه المكتب من المغرب، والعشاء تسقية قهوة سادة عشان افضل قلقان للصبح. لمصلحتك عشان تذاكر وتنجح، ومعانا حق. هو بيسقط لانه بيلعب، معقول؟ انما انت بتذاكر، تسقط ازاي؟ مفيش حاجة، قلة بخت. مفيش ازاي؟ امال اصابتي فيك ايش تكون وش يكون اسمها غير قلة البخت؟ اقول لك كلمة تقول لي 10. بربنت. امشي يا واد، امشي روح قدم في الطب البيطري. راح اقدم في الطب البشري. اشحنك من بكرة على العزبة تلاحظ البهايم من غير شهادة. اقرب واريح ومصيرها تتعدل. ما تقولها بالمفتوح ومصيرك تتوفى يا بابا. ما تقولش كده يا شيخ، ده ابنك. ابني يسمع الكلام من غير مناقشة ويخش الطب البيطري. بس يا بابا. ما فيش لا بابا ولا ماما. مصلحة العيلة فوق كل شيء، مصلحة الأطيان، مصلحة الثروة، مصلحة الفلوس. يا بابا يا بابا، ده ربنا خلق لنا الفلوس والثروة نعمة نصرفها ونضيعها ونتمتع احنا بيها، مش هي اللي تسخرنا وتستعبدنا. انت عندك لوسة يا ابني. انت شفتني ضيعت قراط واحد من تركة آبائي وأجدادي؟ ولا بزود كل سنة بدل القراط قراطين؟ تطلع انت تفقدهم، ولما نفقدك انت الدنيا هتنقص ايه؟ مش غاية ما هناك طبيب بشري؟ مستشفيات الحكومة يا اخويا ملت الدنيا، والعلاج فيها مجانا، لا ابيض ولا اسود.